تعالى معايا اقول لك على 3 حاجات ما تعرفهاش عن لقاءات الاهلي والزمالك. واول حاجه ان الاهلي والزمالك قابلوا بعض 128 مباراه قبل كده. الاهلي فاز في 50 مباراه والزمالك فاز في 28 مباراه، وتعادلوا الفريقين في 50 مباراه. والاهلي والزمالك اتقابلوا مع بعض في كاس مصر في 33 مباراه، فاز الاهلي في 17 والزمالك فاز في 11، وتعادل الفريقين في 5 مباريات. وكمان اتقابلوا مع بعض في كاس السوبر المصري في 8 ماتشات، الاهلي فاز في 6 والزمالك فاز في 2. ومن الحاجات برضه اللي اكيد هيبقى صعب عليك انك تكون عارفها ان هداف لقاءات الاهلي والزمالك هو عبد الكريم صقر، واللي سجل 10 اهداف وهو بيلعب في الاهلي و9 منهم وهو بيلعب في الزمالك. ومش عبد الكريم صقر بس هو اللي هداف لقاءات الاهلي والزمالك، كمان مصطفى طه ولعب برضه مع الفريقين وسجل مع النادي الاهلي 5 اهداف وسجل مع الزمالك 12 هدف. وبيجي بعديهم مختار التتش وابو تريكه والاثنين سجلوا 13 هدف، وبعد كده عماد متعب سجل 10، وبعد كده جمال حمزه سجل 9. ومن الحاجات اللي انت ما تعرفهاش عن لقاءات الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك اتقابلوا مع بعض في 228 مباراه، الاهلي فاز في 99 والزمالك فاز 53، وتعادل الفريقين في 76 ماتش. وفي رايك القمه 129 مين اللي هيكسب فيها، الاهلي ولا الزمالك؟ هستناك تقول لي في التعليقات نتيجه المباراه ما بين الاهلي وما بين الزمالك. ما تنساش تابعني وتعمل لايك.